اما اروح بقى اسلم على بابا وماما قبل ما اروح المدرسة. اما اشوفهم بيعملوا ايه. هما صوتهم عالي كده ليه؟ بيتكلموا كتير قوي. اما اروح اشوفهم. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله يا بنتي. هو انتوا سكتوا ليه اول ما انا دخلت؟ هو في حاجة ولا ايه؟ لا لا يا بنتي، عادي، كنا بنتكلم والكلام خلص. ايوه، يعني كنتوا بتتكلموا على ايه؟ ليه اول ما دخلت وقفتوا كلام ومبقيتوش تتكلموا؟ في ايه بس يا يسرا؟ عادي، كنا بنتكلم وخلصنا كلام. لأ، انتوا أكيد كنتوا بتتكلموا عليا. حتى أول ما أنا دخلت رحتوا ساكتين. وكمان مش عايزين تقولولي كنتوا بتتكلموا في ايه. عشان احنا يا بنتي ما كناش بنتكلم في حاجة مهمة يعني عشان نقولك عليها. أنا مصدومة بجد. ازاي تتكلموا عليا وأنا مش موجودة؟ ده انتوا حتى أهلي. أنا رايحة المدرسة. وبجد أنا مصدومة فيكوا. اهدي بس يا بنتي، مفيش الكلام اللي انتي بتقوليه ده. هو ده اللي حصل. انتوا كنتوا بتتكلموا كتير قوي وأول ما دخلت وقفتوا كلام على طول. ليه بقى الموضوع ده؟ خلاص أنا رايحة المدرسة. وشكرا قوي. أخيرا لقيت صحابي بدور عليهم من بدري. أما أروح أسلم عليهم. إيه ده؟ أنا مش فاهمة. دول بصوا عليا من بعيد كده وفضلوا يضحكوا. هما بيضحكوا عليا. أنا لازم أروح أعرف. إيه؟ انتوا بصيتولي وبتضحكوا؟ انتوا بتضحكوا عليا؟ لا لا، بنضحك عليكي ايه بس؟ لا، مش بنضحك عليكي. امال كنتوا بتتكلموا في ايه وفجأة بصيتوا عليا وضحكتوا؟ يا يسرا، اكيد مش بنضحك عليكي، احنا بس كنا بنتكلم في موضوع كده. طيب أنا صاحبتكم الوحيدة، المفروض تقولي لي إيه الموضوع ده. بصراحة مش هينفع نقولك على الموضوع. يعني إيه مش هتعرفوا تقولوا لي؟ عشان انتوا كنتوا بتضحكوا عليا، أنا عارفة. انتوا بتكرهوني من زمان. وبتمثلوا إن انتوا بتحبوني. بتضحكوا عليا وبتتكلموا عليا كمان من ورايا. أنا مش مصدقة بجد. انتوا ازاي صحابي؟ ايه دي بس يا يسرا؟ ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ أكيد ما بتضحكش عليكي. أنا مش عايزة أعرفكوا تاني أبدا. أنا بجد مش عايزاكوا تبقوا صحابي. يا يسرا، بجد ما كناش بنضحك عليكي، احنا كنا بنتكلم على حاجة معينة. وانتي جيتي. كدابين. انتوا بصيتوا عليا وانتوا واقفين. طيب يا يسرا، بصينا عليكي بس مش بنضحك عليكي. كل الناس بتتكلم عليا وبتكرهني. انا مش عارفة في ايه بالظبط. انا كنت عارفة من زمان شكلهم بيكرهوني. حتى اهلي كمان بيكرهوني. انا كنت عارفة. ازيك يا يسرا، عاملة ايه؟ عايزة ايه يا هدى؟ انتي بتكلميني كده ليه يا يسرا؟ في ايه؟ هدى، انتي مش امبارح بعتيلي رسالة ومسحتيها؟ يا يسرا، فيها ايه؟ كنتي بتقولي ايه فيها؟ اكيد كنتي بتشتميني، انا عارفة. وغيرتي رأيك، خفتي لا اعمل مشكلة النهاردة في المدرسة. بس انا عارفاكي كويس وعارفة ان انتي شتمتيني في الرسالة دي. لا لا يا يسرا، انا مش شتمتكيش ولا اي حاجة. انا بس كنت بقولك. بتقوليلي ايه؟ انتي هتكدبي كمان. انا عارفة. انا شفت الرسالة من فوق وشفتك وانتي بتشتميني. بس انا مش شتمتكيش يا يسرا. انتي بتكدبي ليه؟ بس انا مش شتمتكيش يا يسرا. انتي كمان هتكدبي؟ بقولك شفت الرسالة وانتي بتشتميني من فوق. قبل ما افتح الرسالة اصلا. بس يمكن الرسالة غلط، انا مش شتمتكيش والله. انا مش عايزة اعرف منك حاجة. انتوا كلكم بتكرهوني وانا عارفة كده كويس. محدش يتعامل معايا لو سمحت. يسرا، معلش، ممكن اطلب منك طلب؟ ايوه طبعا. ايوه طبعا، اتفضلي. ممكن اعرف مقاس رجلك قد ايه؟ مقاس رجلي؟ ايوه. انتي عايزة تعرفي مقاس رجلي ليه؟ عايزة تعرفي ان انا مقاسي كبير وتخليهم يضحكوا عليا؟ انتوا بجد. انا مشوفتش ناس زيكوا ابدا في حياتي. انتوا صعبين جدا. انا مش عايزة اعرفكوا كلكوا تاني. يلا باي. يا جماعة، انا والله ما شتمتهاش. ولا اي حاجة من الكلام اللي هي بتقوله ده. انا كنت بقول لها انا مش رايحة المدرسة بكرة. وبعدين صحيت الصبح غيرت رأيي فمسحت الرسالة. لحسن تشوفني ان انا مش جاي المدرسة فما تجيش هي كمان. هو ده اللي حصل. انا مش عارفة هي مالها النهاردة بصراحة. غريبة قوي. حتى زعقت لنا الصبح.
انا ما كنتش عايزه اتريق عليها ولا حاجه، انا كنت عايزه اعرف مقاس جزمتها كام عشان عيد ميلادها بكره، وكنت عايزه اجيب لها هديه. بس هي شكلها ما فهمتش كده خالص، فهمت ان احنا مش بنحبها. انا مش عارفه هي مالها النهارده. لا، هي كل يوم كده، لو اي حد عمل حاجه بتفتكره بيتكلم عليها. خلاص خلاص يا جماعه اهدوا، هي شويه وهتهدى وخلاص. ايوه ايوه، شويه وكل حاجه هتعدي. يا يسرا تعالي دقيقه، عايزين نقولك على حاجه. نعم. مش عارفة، من شوية المديرة كده كانت عايزاكي تطلعي لها المكتب، اطلعي كده. ايه؟ المديرة عايزاني؟ عايزاني في ايه؟ انا عملت ايه؟ ما تخافيش يا يسرا، عادي، ممكن تبقى مثلا هتسأل عليكي اي حاجة بسيطة. انتي فعلا ما عملتيش حاجة. لا، انتوا اكيد كلكوا اشتكيتوني وقلتوا لها ان انا بضايقكوا، صح؟ مش ده اللي حصل؟ يسرا مالك؟ اكيد ما عملناش كده، انتي صاحبتنا. انتوا كدابين، انا مش صاحبتكوا، انتوا بتكرهوني وباين عليكوا، كل شوية تعملوا معايا مواقف وحشة قوي. يسرا احنا ما عملناش حاجة. انا مش عارفة انتوا بتعملوا معايا كده ليه. يسرا بطلي هبل بقى، شوفي المدير عايزاكي في ايه وتعالي. ماشي. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا يسرا. كنت عايزة اكلمك في موضوع. ايوه طبعا اتفضلي. كنت عايزة اديكي جايزة عشان انتي درجاتك حلوة قوي الشهر ده. بجد؟ شكرا قوي. ايوه ايوه، خدي اهي دي الجايزة. شكرا بجد، انا مش عارفة اشكرك ازاي. ولا اي حاجة، خدي الجايزة. شكرا. العفو. انا هروح اروح البيت بقى دلوقتي عشان ما اتاخرش. يلا يا جماعه، حاولوا ترتبوا المكان بسرعه قبل ما هي تيجي عشان تتفاجئ بالعيد الميلاد. ايوه يلا بسرعه ظبطوا، زمانها جايه. ايوه يلا رتبوا الحاجه. انا بجد كل الناس بتكرهني، انا مش مصدقه، كل الناس بتعمل معايا حاجات وحشه ليه كده. اما ادخل بقى. كل سنه وانتي طيبه يا يسرا. هو ايه ده؟ ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ ايه؟ نسيتي ولا ايه؟ النهارده عيد ميلادك. أيوة عشان كده كنا بنجهز لك مفاجأة. احنا عمرنا ما نتكلم عليكي يا يسرا، احنا بنحبك، انتي أختنا. أيوة يا يسرا، وكنا بنضحك علشان احنا ما كناش عايزين نبوظ المفاجأة، وكنا بنسأل بعض على هدايا وحاجات. أيوة، وأنا كنت بسأل على مقاس رجلك علشان أجيب لك هدية. بجد انتوا عملتوا كل ده علشاني؟ أيوة، حتى شوفي الهدية اللي أنا جبتها لك. بجد أنا بجد مش مصدقة. أنا آسفة، أنا آسفة ليكوا كلكوا. بجد انا افتكرتكوا كلكوا تكدبوا عليا وبتتكلموا عليا من ورايا. انا اسفة، انا غلطانة بجد اللي انا عملته. عادي يا يسرا، ليكي حق تستغربي. لا ماليش حق، انا عارفاكم من زمان جدا، ازاي افكر فيكوا بالطريقة دي. انا فعلا غلطانة وعايزاكوا كلكوا تسامحوني. اكيد مسامحينك يا يسرا، مش هتبصي بقى على الهدية بتاعتي؟ اكيد هشوفها كلها. ايه التورتة التحفة دي؟ عجبتك يا بنتي؟ ايوه طبعا يا ماما، شكرا ليكوا كلكوا، واسفة ان انا ظنيت فيكوا كده. عادي يا يسرا، احنا مش زعلانين. ايوه طبعا مش زعلانين منك، كل سنة وانتي طيبة.